السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اعرفكم بنفسي، انا زوجة مصرية، آه، اسرة مكونة من 4 افراد وان شاء الله كده ده اول فيديو في قناتي الجديدة. روتين النهاردة ان شاء الله روتين تنظيف باذن الله وترويق. نسمي كده بالله ونصلي على الرسول. اول حاجة هنا ابني هو الصبح طبعا صحينا انا واولادي وعملنا طبعا الشاي بتاعنا والفطار بتاعنا اهو. وابني هو صلى الحمد لله الصبح الاول، ونبدأ كده روتيننا كده بنشاط وحيوية. واي واحدة كده تشوفنا ان شاء الله كده تقوم كده تتشجع معانا وتعمل بإذن الله كده حاجتها بدري بدري. واول حاجة هنا عملنا الشاي. طبعا معروف ان الصبح الشاي ده لازم، كوباية الشاي الصبح عشان ايه نظبط الدماغ بتاعتنا كده وايه ويدينا شوية طاقة كده وحيوية ونصحصح. تمام. هنا نصب الشاي كده مع بعض. هو يعني المحتوى هنا في الفيديو ان انا بقول ان اي واحدة ترضى الحمد لله باللي عطولها ربنا وبالمقسوم، واهم حاجة في الدنيا دي كلها الرضا طبعا. والف حمد الف شكر ان احنا بنصحى الحمد لله بصحة ودي اكبر نعمة طبعا، نعمة الأولاد ونعمة الصحة طبعا والستر. اللهم لك الحمد وألف حمد وألف شكر. هنا أولادي حقت لهم الشاي وجبت لهم فايش قبل ما يروح المدرسة الصبح. وطبعا ده الروتين العادي لأي ست مصرية أو ست عموما يعني. ربنا يا رب يدي كل محتاج وكل مشتاق الذرية الصالحة يا رب، ويخلي لكل أم ضناها بإذن الله. هنا خلاص اهو الأولاد شربوا الشاي بتاعهم، وأنا كمان قلت أعمل لي كوباية كده تخلينا كده نصحصح ان شاء الله كده. وروتيننا باذن الله يحوز على اعجابكم، روتين تحفيزي كله نشاط وكله حيويه، ونعمل كده حاجتنا بدري بدري كده باذن الله. هنا طبعا اشيل مكان مفطرنا. هي شقه متواضعه والى حد ما يعني ضيقه، بس قلنا الحمد لله رب العالمين. اهم حاجه الرضا بالمقسوم طبعا، ده عباده وربنا يوسع علينا وعلى الجميع باذن الله. دي اوضه الاطفال. قلت كده فتحت الشباك الاول. اهم حاجة طبعا انك تغيري الهواء بتاع الأوضة ويدخل لها شمس وهواء زي ما انتم شايفين اهو. وقلت بقى ايه اشيل كده الفرشة بتاعت السرير واروق سرير الاولاد. طبعا عارفين ان اوضة المعيشة دي لازم بتبقى زيطة وريطة، العيال طبعا قاعدين فيها مذاكرتهم واكلهم وشربهم. وانفض كده سريري. واي واحدة بقى بتشوفني دلوقتي تقوم كده ان شاء الله كده ربنا يديها الصحة، وتقوم كده ايه كلها نشاط زينا كده، وتقوم تعمل حاجتها وتشوف مصالح اولادها. وربنا يعين كل ست بيت على ايه على بيتها وعلى مصالحها، ويدينا ويديهم الصحة يا رب، اللهم امين. فرشت السرير اهو زي ما حضراتكم شايفين، ودي اوضة النوم. اهم حاجة انا بصحى الصبح افتح الشباك وادخل الشمس والهواء للأوضة، وانفض كده شباكي واحط كده مخدتي على ايه على الشباك. اهم حاجة اذا كان في ميكروبات، اذا كان في اي حاجة معروفة طبعا الشمس معقمة للمخدات وللفرش السرير اهو، وخصوصا كمان الشتاء جاية. بس على ما هو بقى فرشتي سبت الفرشة تتهوى شوية، قلت اشوف مواعيني بقى. شايفين طبعا منظر المطبخ ومنظر المواعين زيطة وريطة والدنيا ايه. النهاردة روتين تحفيزي كده وايه كله نشاط. وان شاء الله اللي يحب يساعدنا يشترك في القناة. ده بالنسبة لي اول فيديو، يا رب يكون فتحة خير علينا بإذن الله. وهي الأوضة خلاص، أوضة الأطفال دي أنا روقتها زي ما حضراتكم شايفين. وعايزة أعرف رأيكم في ملايات السرير دي أختي حبيبتي طبعا بتفصلها وعايزة أشوف رأيكم إيه. بعد كده
ادخل برضو ايدي بتبقى هنا وايد بتبقى هنا المواعين، عشان المية عندنا في الدور الخامس فوق، والمية عندي بتقطع، فصحية بدري بقى عشان الحق المية بتاعتي. جبت الصابون السائل وحطيته في الاناء اللي انا بحط فيه الفيري. بفضل اجيب الفيري السايب، بيبقى فيه عروض يعني عندنا هنا. وامسك كده الكوبايات، طبعا اغسلها غسلة حلوة، اكون مصبناها حلو يعني. المواعين عندي ما بتاخدش مني وقت. وسر لمعان المواعين اللي انتوا هتشوفوها في اخر الفيديو هو عبارة عن حطيت معلقة خل في الفيري. الخل بيساعد ان المواعين بتاعتك بتلمع، وبيزود الرغوة زي ما حضراتكم شايفين كده. وادعك كده الكوبايات بتاعتي. ولازم طبعا ست البيت لازم يكون مواعينها نظيفة، اذا كان ألمونيوم او كوبايات او اي حاجة اهو. واخلص كده مواعيني، وزي ما قلت لكم انا سبت الفرشة بتاعتي تتهوى عشان الشمس كده تخش كده الأوضة كده وتعقمها لي. تمام. وتبقى ايد هنا وايد هنا. وأولاد راحوا المدرسة، ربنا يحفظهم يا رب، ويحفظ كده أولادنا جميعا. وهنا برضو ايه قلت ايه اروح اكنس كده الصالة. عندي الطرقة ضيقة قوي زي ما حضراتكم شايفين، البلاط طبعا معلش بقى المنظر بإذن الله ربنا يوسع علينا بإذن الله ونغيره. دعواتكم كده معانا ان شاء الله ودعمكم لينا. انا كل اللي عايز يدعمني يضغط لايك ويشترك لي في القناة، يبقى الف شكر قوي قوي قوي، وجزاكم الله كل خير. هنا برضو افضل بقى اكنس كده الطرقة بتاعتي اهو. الدقة يا جماعة مش في المكان، قسما بالله الدقة في نفوسنا قسما بالله. يعني الناس سبحان الله، ناس بتبقى قاعدة في وسع وكده بس نفوسها ضيقة وحقد وغل. أهم حاجة الرضا بما قسم الله، والحمد لله رب العالمين. هنا بقى الفرشة بتاعتي خلاص هوتها، والشمس خلاص دخلت على السرير بتاعه وعقمته ونضفته طبعا. هنا عندي أولاد أنا صغيرين. دي الفرشة القديمة طبعا أنا هشيلها. عندي شيلت كده أنا مخيطها على إيدي زي ما أمهاتنا بقى عودونا بقى وعلمونا. ودي برضو ملاية السرير من نفس الملايات اللي وريتها لكم في الأول برضو، لونها حلو وجميل. حطيت كده الشيلت من تحت عشان لازم نحافظ على نظافة المراتب بتاعتنا طبعا عشان ولادنا. وافرش بقى السرير كده وانضفه واسوي كده تسوية حلوة اهو. وعايزة برضو رأيكم في اللون بتاع الملاية ده، عجبكم ولا ايه؟ يا ريت تقولولي. وان شاء الله كده يكون فتحة خير كده علينا ان شاء الله. ده اول فيديو في قناتي بإذن الله، تحوز على اعجابكم. وهنا مواعيني انا خلصتها والحمد لله. الحوض هنا طبعا من النوع القديم مش استانلس، هو النوع اللي هو القديم. فانا بقى جبت كلور تمام، وبدعكه بقى دعكة حلوة، والسواد ده كله هيروح دلوقتي. كمان في مادة بتتباع في الصبانة، مادة كاوية كده بحطها في الحوض، بتخليه ما شاء الله ابيض زي الفل. اغسل كده الحوض بتاعي مكان ما غسلت المواعين. طبعا ده روتين طبعا اي ست مصرية او ايا كان يعني. اي ست بتقوم الصبح بتعمل طبعا ايه شغل البيت، اذا كان مواعين اذا كان طبيخ اذا كان ترويق كده يعني. وربنا يعين كل واحد على حاله يا رب، اللهم امين. ويشفي كل مريض. وان شاء الله كده ايه يرزق اللي عايز يعني الذرية الصالحة ان شاء الله، ويرزقكم كل اللي تتمنوه بإذن الله. البوتاجاز بتاعي هنا معلش بقى الباب واقع بتاعه، ان شاء الله هنصلحه قريب بإذن الله. وهنضفه بقى. عندي هنا البوتاجاز امسحه كده مسحة حلوة. طبعا ايدي فيه طبعا كل يوم. لازم البوتاجاز بتاعك يعني في اليوم حتى مرتين تغسليه بعد كل أكلة أو كل يوم، عشان ايه ما يوسخش منك. امسك برضو شوية فيري ومية تكون سخنة تمام، وادعك كده سطح البوتاجاز لغاية لما اخليه زي المراية زي ما انتوا شايفين كده بالغطا بتاعه اهو. وامسح كده من حواليه اهو. بتخليه كده لازم ان شاء الله يلمع كده، ما تخليش فيه اي حاجة. لو ايدك كل يوم في الحاجة بتاعتك صدقني مش هتتعبي. حتى الألمونيا بتاعتك لو ايدك فيها كل يوم كده تدعكيها تخليها زي المراية مش هتتعبي في اي حاجة. والبوتاجاز نفس الكلام اهو تمام.
يعني ممكن يكون شقتك على قد الحال ومطبخك على قد الحال، بس يبقى منظم ومرتب ونضيف طبعا. وادي مواعين اهي، الحلل بتاعتي تلمع هي زي الفل زي ما قلت لكم. اهم حاجه وادي الكنكه، اهم حاجه معلقه الخل او شويه خل يعني تحطهم في الفاري، من ان هو يخليها بترغي ويلمع المواعين بتاعتك. هنا الرخامه بتاعتي برضو ايه، ما النهارده بقول لكم فيديو النهارده روتين تحفيزي كده وكله نشاط، والحمد لله ربنا يدينا الصحه، اللهم امين، ويكفينا ويكفيكم شر المرض. هنا الرخامه بتاعتي زيطه ورايطه، قلت ايه اخد بقى البطرمانات بقى اللي هي ملهاش لازمه ارميها في الزباله، والحاجات كلها اللي ملهاش لازمه ارميها كده، ونضفها تنظيفه حلوه، واظبطها كده واروقها عشان الدنيا توسع معايا. نغيب كده من وقت للتاني كده ننضف حاجتنا كده، الحاجه اللي ملهاش لازمه نرميها، تمام، عشان كمان نطرد الطاقه السلبيه من بيتنا، يبقى بيتنا كله طاقه ايجابيه ان شاء الله، ونشاط كده وإيمان بالله، ونحمد ربنا على النعم اللي احنا فيها. ألف حمد ألف شكر لك يا رب. نعمة الصحة دي طبعا دي نعمة، تاني نعمة بعد نعمة التوحيد، اللهم لك الحمد. ربنا يدوم علينا وعليكم الصحة بإذن الله، وإن شاء الله كده بدعمكم لنا إن شاء الله ننجح، وقناتنا تكبر بإذن الله بدعمكم لنا إن شاء الله. واللي يعجب الفيديو يا جماعة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ولايك كده حلوة منه، تمام. هنا الرخامة طبعا انا اخدت حبة كلور وفاري وبالسلكة كده، ودعكت دعكة حلوة مية دافية معايا، وخليت الرخامة زي القشطة. عيال جم من المدرسة طبعا قعدت اذاكر لهم واكتبهم الواجبات بتاعتهم. وهنا خلاص البوتاجاز معايا خلاص نضيف، والمطبخ كله، وادي الرخامة هي روقتها وخلاص، ومسحت المطبخ خليته زي الفل كده. خلاص المطبخ اتشطب معايا، كل حاجة خلاص الحمد لله. وهنا الصلاة هنا متوسطة، يعني ما فيش يعني صلاة يعتبر، بس الحمد لله رب العالمين دي مروقاها على قد الحال اهو، على رأي اسم القناة زوج على قد الحال، الحمد لله رب العالمين. هنا اوضه النوم دي روقتها بالملايات بتاعتي اهو، برضو تقولي رأيكم في منظر الملايات كده اهو. وطبعا فاتحة الشباك عشان الشمس والهواء زي ما قلت لكم، دي خطوة مهمة تجددي الهواء بتاع البيت بتاعك. وهنا خلاص هبتدي بقى اعمل الغدا لاولادي على ما يخلصوا بقى مذاكرة، اكون خلصت لهم الغدا بتاعهم وخلاص كده. وهنا خلاص اولادي بيتغدوا بالهنا والشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.